باغي نقول لكم جوج الحوايج تحافظوا عليهم، تشدوا تعضون عليهم بالنواجذ. الاولى هي الاسلام والتدين والاستقامه. هذه الاخوان اسمحوا لي ما تقولوا ليش استعمل، لا تبقى تقولها لنا بزاف، غنبقى نقولها لكم ما دمت حيا وما دمت بينكم، لان هي الاساس علاش تبنات هذه الامه المغربيه هذه اكثر من 12 قرن، وهي الضامن الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى باش تستمر، باش نبقاو حنا هما حنا. حيت دابا عندكم تغلطوا، راه ملي شي واحد فيكم تيسمع الاذان وينوض يتوضا ويصلي، راه ماشي زعما سو ني با غراتوي، راه هذاك توفيق من الله سبحانه وتعالى. راه كاين الناس هذا الاذان ما كيسمعوش بلدانهم ممتنون لله الى اخره. فهذه القضيه هذه هي اساسيه. المساله الثانيه هي الملك ديالكم، كنقولها لكم كنعاودها لكم، قلتها لكم حتى شبعت وكنعاودها لكم، ممتنون لله. الملك ديالكم والملكيه ديالكم، اقول كلامي هذا للمغاربه جميعا، واقوله لكم انتم ابناء العداله والتنميه الذين امنوا بي بالخصوص، خصكم تبقاو متمسكين بالملكيه ديالكم وتدافعوا عليها مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. ولا كانت شي حاجه مرتجه ولا مرتبكه ولا غير مستقيمه ولا غير عادله، هذاك الشيء كيتعالج داخليا بمختلف الوسائل. عندنا الحق نديروا اللي بغينا، عندنا الحق نكتبوا، عندنا الحق ننتقدوا، عندنا الحق نترشحوا للبرلمان، عندنا الحق نحتجوا، عندنا الحق نديروا اللي بغينا، ولكن الملكيه تحافظوا عليها وما تمسوش الملك ديالكم. انا كنسمع دابا لي من الامور التي تسوءني ان بعض الاشخاص اللي كان لا يتخيل في حقهم انهم يتكلموا على الملك ديالهم، البعض منهم ولا كيتجاوز في الكلام، باقي داك الشيء في حدود. ولكن مع ذلك انا بالنسبه لي تنبه على هذا الشيء من الان. الباقي بطبيعه الحال هذاك يعني عادي بيناتنا، لابد نتناقشوا نذاكروا الى اخره، وانا غادي نرجع للحكومه بطبيعه الحال. اذا كنقول للاخوان ديالنا ان يعني الوضع الدولي الان مفتوح على المجهول اكثر من اي وقت مضى. هو في الحقيقه دائما كان مفتوح على المجهول، ولكن ما كانش بهذا الوعي، ما كانش بهذه الحده، وما كانش بهذه المباشره. هذه المباشره ديال هذا الشيء اللي كنشوفوه دابا، ها حرب يعني تقريبا عالميه، لان لوطو يعني الحلف الاطلسي مقابل الحلف ديال وارسو القديم، مقابل روسيا، وارتباك في العالم كله في الحبوب وفي المواد كلها، وارتباك امني يعني عالمي، الله سبحانه وتعالى هو اللي مطلع عليه.